رواد ورائدات السينما المصرية. توجو مزراحي أحد أهم رواد صناعة السينما في مصر، وأحد الأجانب المتمصرين الذين أضافوا لصناعة السينما المصرية في بداياتها جميع مقومات النجاح، وصاحب أول استوديو سينمائي في الإسكندرية، وهو استوديو بكوس الذي شهدت بلاتوهاته إرهاصات صناعة السينما في المحافظة. ولد توجو مزراحي في 2 من يونيو عام 1901 بالإسكندرية لعائلة يهودية ثرية تعمل بتجارة القطن، وتعتبر من كبرى عائلات الثغر. وكان والده مديرا لشركة المستودعات الجمركية التي عمل بها توجو في سن 17 كاتبا للحسابات، ثم موظفا في الشركة الكبرى للأقطان. وفي عام 1920 ترك العمل نهائيا بعد أن قررت أسرته إرساله للسفر إلى إيطاليا لاستكمال تعليمه بها، ثم انتقل إلى فرنسا. وفي باريس تعرف على فن السينما عن طريق زياراته المتعددة للاستوديوهات المختلفة هناك، والمشاركة بأدوار ثانوية صغيرة في بعض الأفلام الفرنسية، وهو ما أهله للإلمام بتفاصيل ودقائق العمل السينمائي. واطلع مزراحي خلال وجوده في باريس على كل ما هو جديد في هذا الفن الناشئ الذي أبهره وتعلق به. وبعد 8 سنوات كاملة قضاها في القراءات والمشاهدات السينمائية في بلاتوهات السينما في باريس، عاد إلى الإسكندرية عام 1928 من أجل تحقيق حلمه في الإخراج والإنتاج السينمائي. بدأ نشاطه السينمائي بتصوير مناظر الحوادث والأخبار وإرسالها إلى الخارج لعرضها في دور العرض السينمائية والمقاهي الثقافية هناك. وكان يعد العدة لتحقيق هدفه وحلمه بإنشاء استوديو سينمائي خاص به وإنتاج الأفلام الروائية. وحصل على قرض من عائلته وقام بشراء مبنى سينما بكوس ومكانها الآن سينما ليلى، وأنشأ بها استوديو توجو، وقام بتجهيز الاستوديو بالمعدات اللازمة من ديكورات وإضاءة. وكان فيلمه الأول الكوكايين عام 1930، وكان صامتا، وتم عرضه في 25 من نوفمبر عام 1930 بدور العرض السينمائي في الإسكندرية، وهو الذي كتب قصته وأنتجه وأخرجه، وقام بدور البطولة فيه باسم أحمد المشرقي توجو مزراحي، وشاركه في الفيلم شالوم، وحقق الفيلم نجاحا عظيما، وساعده في بداية العمل باستوديو بكوس المصور عبد الحليم نصر وشقيقه محمود. ثم عرض الفيلم مرة أخرى ناطقا عام 1934. وفي نفس العام قدم مزراحي فيلم المندوبان من تأليفه وإنتاجه وإخراجه وتمثيل فؤاد الجزائرلي الشهير بالمعلم بحبح، وإحسان الجزائرلي أم أحمد، وهو الفيلم الذي حقق نجاحا فاجأ صناعه أنفسهم. وسهلا. ما انتش عارفني؟ والله مش واخد بالي. الله، بص لي طيب يا أخي. برضه مش قادر أعرفك. يا سلام. مين؟ حلمي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنت جيت إمتى؟ بقالي 12 سنة ما شفتكش. جيت إمتى من لندن؟ والله أنا جاي أول امبارح في بورسعيد، ثم من بورسعيد رحت القارونية وبيت هناك، وأديني جيت النهارده. طيب يا أخي، وأنا جاي من مصر إزاي ما قابلتكش؟ ثم إيه اللي مخليك مركب الشنب قدامي؟ دي حكاية طويلة، طول بالك عليا. اسمع، وقصدك إيه يا حلمي؟ قصدي أعرف لو نونا بتحبني لشهرتي والمالي ولا لشخصي. وهتعمل إيه يا حلمي؟ هعمل إيه؟ هتقدمني لنجيب بيه بشكل دهوت، وتقول له مصطفى صديقي مستخدم بسيط في البنك العقاري مثلا، وبعدها ترجع تقدمني والبس الشنب والسكسوكة وتقول هذا الدكتور حلمي الشهير. فهمت قصدك يا دكتور حلمي. لا يا مصطفى، قلنا ما تفضحناش. ايوه يا سيدي يا مصطفى، يلا بينا. انا عايز اغير هدومي. اتفضل، مفيش مانع. يلا اتفضل. بعدها كانت محطة أخرى مهمة في تاريخ مزراحي والسينما المصرية بتعاونه مع بربري مصر علي الكسار،
الذي قام توغو بإنتاج وإخراج الفيلم الأول لتعاونهما معا، وهو 100,000 جنيه. وقد قام توغو بعد ذلك بإخراج معظم أفلام علي الكسار. وفي العام ذاته تم عرض أول فيلم من إنتاج وإخراج توغو مزراحي للفنانة والمطربة والوجه الجديد وقتها التي اكتشفها مزراحي، ليلى مراد، وهو فيلم ليلى ممطرة مع يوسف وهبي. وفي نفس العام انتقل مزراحي إلى القاهرة واستأجر استوديو وهبي بالجيزة الذي استمر يعمل به حتى آخر أفلامه، وسمي باستوديو الجيزة، وكان يقع خلف سينما الفانتازيو، وكان من أكبر الاستوديوهات السينمائية في مصر وقتها. وأضاف إليه مزراحي تجهيزات لقاعة عرض خاصة للأفلام، وغرفا لخلع الملابس للممثلين، بالإضافة لغرف المكياج واستراحة لزوار الاستوديو. تعاون توغو مزراحي مع العديد من الفنانين بعد ذلك، بدءا من ليلى مراد وأمين رزق ويوسف وهبي وحسين صدقي ومديحة يسري وعبد الغني السيد وغيرهم. وفي عام 1945 أخرج للسيدة أم كلثوم فيلمها سلامة عن قصة أحمد علي بكثير. كما دخل توغو مجال الإنتاج السينمائي بالعديد من الأفلام، كان آخرها عام 1946 باسم إكسبريس الحب، بطولة الفنانة اللبنانية الصاعدة وقتها صباح، وإخراج حسين فوزي. هاجر إلى إيطاليا عام 1948 بعد حرب فلسطين، بعدما ترددت شائعات قوية عن علاقته بالصهيونية، لذا فضل أن يهاجر إلى البلد التي انحدر منها أجداده، وظل اسمه على مدار 40 سنة بين حضور وغياب، إذ كانت تنشر أخبار متقطعة عن عودته من روما واستعداده لمشاريع سينمائية جديدة. استمر بالعمل السينمائي في روما، ولم تنقطع علاقته بمصر، إذ اشترك في مجلة المصور والكواكب لمتابعة الحركة السياسية والفنية فيها، وذلك بالرغم من صعوبة تحويل اشتراكات المجلات في ذلك الوقت إلى مصر، إلا أن جورج باهنا أحد منتجي السينما ساعده في ذلك. تعرض توغو في الستينيات لمشاكل صحية، فانقطع عن العمل في مجال السينما تماما قبل أن يتوفى في 5 يونيو عام 1986، تاركا بصمات لا تمحى من تاريخ وصناعة السينما المصرية.